السلام عليكم اخوان اخوات، مرحبا بكم في هذا الفيديو ان شاء الله. قبل ما نتكلم في الموضوع ديال اليوم اللي فيه في بزاف ديال ما يتقال، اول حاجه بغيت نرحب بالاخوان الاخوات اللي التحقوا بالقناه. بغيت نقول لهم الدار داركم. مرحبا في اي تساؤل في اي موضوع حاولتوا انكم تعرفوا عليه بزاف ديال الامور من خلال صفحه الانستغرام عبدو بالماي. ممكن توضعوا استفساراتكم واسئله ديالكم، ولساعة الوقت إن شاء الله تنجمع عدد من الأسئلة تكونوا عندهم نفس المحور أو نفس الموضوع. تنتحدث على هذا الموضوع هذا وتنفصلوا بشكل اللي يكون بسيط وميسر بإذن الله. الموضوع اليوم كان واحد اليوتيوبرز مغربي معروف وضع واحد الفيديو مؤخرا، تقريبا هذه شي يومين هذه او بالامس، تيهضر على انه كان سبب باش يصيفط صديق ديالو، صديق الدرب ديالو، يكون سبب انه يديه معاه الغربه. وهنا خلق واحد مجموعه ديال التساؤلات عند مجموعه ديال الناس والاخوان اللي معايا في القناه، ولا بالنسبه للاخوان اللي تيستفسرها بعض المواقع عبر الفيسبوك. شنو هي الطريقه اللي ممكن اي شخص يقدر يجيب بها صديق ديالو او اي واحد يتمنى انه يسهل عليه الله باش انه يذهب للغربه. نشوفوا الفيديو وحاول نتلاقاو ان شاء الله. الناس نعم الرجال الصراحه وعدتو باش في واحد النهار والله حتى غادي نديه، وربي ما خيبنيش، ربي ما حشمنيش. عرفتي كنحمد الله وكنشكرو انني قدرت نصوفي خويا يونس، ودابا حضرنا ليه واحد الفيزا نجبد له نبدو اللعيبه. الحلم الدراري المغربي والحلم ديال خويا يونس، اقسم بالله العلي العظيم ما فخبره شي حاجه، اقسم بالله والله ما عارف مسكين، تخيل تكون عندك فيزا وانت ما عارفش. كيفاش لي زيتاب اللي درت، حيت الباسبور ملي جينا من تركيا هو عندي ما عارف هو والو. المهم كيف شفتوا الاخوان هذا الفيديو هذا تتبين على ان الاخ حماده دار مفاجأة كبيرة للصديق ديالو، هي انه كان سبب باش غادي يديه لاوروبا وبدون العلم ديالو. هنا كاين التباس كبير اللي يقدروا يطيحوا فيه بزاف ديال الاخوان. اي غالبيه ديال هاد اليوتيوبرز هادو تيبغيو يديروا شي امور اللي تثير الانتباه ديال المشاهدين ديالهم او المتتبعين ديالهم، وباش هاد الفيديو هذا يلقى واحد الاعجاب بشكل كبير. ولكن الا كان هاد السيد تيبغي الخير بصح المتتبعين ديالو، لان تبارك الله راه عنده مليون ديال المشاهدين، على الاقل يوضح لهم الحقيقه ولا يبين لهم الطريقه كيفاش كان سبب باش هاد السيد هذا اللي الصديق ديالو او ولد الحي ديالو سهل عليه الله باش مشى لاوروبا، باش ما يخليش عندهم هاد الالتباس، ما يحاولوش انهم يبحثوا على طرق وتخلق لهم مشاكل حتى مع الناس اللي قرابين لهم، العائلات ديالهم والاصدقاء ديالهم اللي في اوروبا. ها هو هاد السيد غير صاحبه، غير ولد دربهم، دار معاه المزيان، وها هو سهل عليه الله وغيدير اوروبا. وانتم تتبقاو تكذبوا علينا، تتقولوا لنا لا ما يمكنش وصعيب وكذا. وبالخصوص ان هذا السيد هذا اللي داه ما خدامش، دابا حاليا ما خدامش. ورجعت واحد الفيديو شفتو انه كان سبب باش انه سهل عليه الله، باش انه شرى لي واحد السياره باش يبدا يخدم بها. هذا تتبين على ان هذا السيد ما كانش خدام، وكيفاش كان سبب باش انه يدي لاوروبا. وعارفين حنا لو بغيتي تدفع الفيزا خص على الاقل، ماشي على الاقل يعني ضروري ومؤكد تكون خدام، ضروري ومؤكد تكون خدام، او عندك رخصة كوميرس، ولا عندك شركه، ولا مقاول ذاتي على الاقل باش انك تمشي لاوروبا. وهنا تيوقع خلط بزاف ديال الاخوان. تيقول لك يعني الانسان لا في اوروبا لا بغى يديه راه غادي يدير مجهود باش يديه. ايه غادي يدير مجهود، ولكن خاصو لو مويان يكونوا عندك. الا ما كانش عندك لو مويان امبوسيبل باش يديك لاوروبا. يعني انا تنتمنى ان هذا الميساج يوصل للاخ حماده ويخرج بفيديو ويشرح للاخوان ديالو او المتتبعين ديالو اللي اعتبرهم عائله ديالو، يوضح للناس، يبين لهم راه عدد كبير ديال الناس باغيين يمشيو لاوروبا،
وغالبيه ديالهم ما خدامش. انا بالنسبه لي خدامين راه ما غيحتاجوش يمشيو لاوروبا، لان كافي انه خدام ما عنده لاش غادي يمشي. ولكن الناس اللي ما خدامينش اللي بحال هاد السي يونس هذا كاينين عدد كبير عندنا في البلاد ديالنا. نتمنى ان السي حماده يخرج ويوضح لهم ويوريهم الطريقه كيفاش تدار باش ان السي يونس سهل عليه الله ومشى لاوروبا. هذا ميساج ليا للاخ حماده، باش يخرج ويبين للاخوان ديالهم ما يخليهمش يعيشوا هذه الحيره هذا ويعيشوا واحد التخبط كبير. اللي كانوا هاد المتتبعين ديالك المليون تبارك الله بحال الفاميلي ديالك وتتبغي لهم الخير، خرج فيديو وضح لهم وشرح لهم كيفاش درتي حتى ديتي، ولا على الاقل توري هذوك العائلات ديالهم والاصدقاء ديالهم اللي في اوروبا هانتوما كيفاش ديروا باش ديروا الناس ديالكم اللي عزازين عليكم واللي قرابين لكم. انا هذا ميساج غنوجهه للاخ حماد. قبل ما ندخل معكم في الامور القانونيه والاداريه اللي تعرفوها غالبيه ديال الناس اللي تدفعوا الفيزا وتياخذوا توريست، غيعرفوا ان لا مستحيل، سبع المستحيلات باش ان شخص يقدر يمشي يدفع لك الفيزا او يدفع لك الباسبور ديالك لاي قنصليه بدون حضور ديالك، واجب ومؤكد. يعني هنا تديروا اخي حماده التباس بالنسبه للاخوان. ضروري هذا السيد اللي هو يونس اللي سهل عليه الله باش انه تخرج ليه الفيزا، ضروري راه مشى للقنصليه وحط الوثائق بيدو ويعني فاس وما غتكونش عنده معلومه وما غيكونش عنده درايه. هذا استهتار، وهذا الضحك على الذقون يعني بهذا المصطلح. يعني ما عرفتش انا كيفاش صراحه. يعني المشكله ديال هاد اليوتيوبرز بزاف هما انهم واش تستحمروا هاد الناس هادو، ولا تيديروا لهم تيبينوا لهم انكم راه ما فاهمينش، وهذا راه صعيب. لا خويا، انا عندي متتبعين ديالي تيبغيو لي الخير، تيحبوني، على الاقل نفسر لهم ونوضح لهم باش ما يبقاوش يدخلوا في اصطدامات مع ناس اخرين والمعلومه وصلت لهم غالطه. نتمنى ان من الاخ حماده يخرج ويشرح الاخوان ديالو. كاين الناس الفرحه اللي فرح يونس باغي يفرحوا حتى هما، ولكن الا كانوا الناس عزازين عليك وريهم الطريقه كيفاش درتي باش ديتي الصديق ديالك يونس. انا اللي غادي نوضح للاخوان لا بالنسبه للمتتبعين ديال الاخ حماده، ولا بالنسبه للناس اللي معايا في القناه، راه من سبع المستحيلات انه يدفع لي الفيزا بدون العلم ديالو، وضروري خص يكون حاضر. يعني عارف المده تقريبا باش تخرج هذيك الفيزا. الى طولات شهر، يعني 2 سيمانات 3 4 غتخرج الفيزا وغتعرف الريزلطه واش غيرفضوها لك واش غادي يعطيوها لك. وضروري ومؤكد انك تكون عندك يا خدام يا طالب بالنسبه للانسان اللي كنتي تقرا، يا عندك محل تجاري او عندك شركه او مقاول ذاتي باش تدفع هذه الفيزا، وتبقى لك الحظ واش ممكن يعطيوها لك ولا ما يعطيوهاش. اما باش انني الهدف انني نطلع من الارباح ديال الادسنس ونخلي الناس يعيشوا معايا هذاك الاطار ديال ان هذا السيد هذا صديق ديالي بدون العلم ديالو، والحلم ديالو هو انه يمشي اوروبا، وانا حاولت ندير اللي نخدم عليه على هاد لافير هادي بالمجهود ديالي بدون العلم ديالو حتى قوه الله اكبر. يعني هنا تيوقع واحد تاسف بالنسبه لهاد الناس هادو. خص يكون عندهم ضمير، يعرفوا ان الناس راه حتى هما عندهم حلم انهم يمشوا لاوروبا. ما نحاولوش نعطيهم مغالطات اللي يقدروا يصطدموا مع العائلات ديالهم مع الاصدقاء ديالهم. نتمنى من الاخ حماده يخرج ويوضح الاخوان ديالو ويجاوبهم على هاد الاسئله هذه، كيفاش دارت كان سبب باش ان الصديق ديالو يونس يمشي لاوروبا. نتمنى انني نكون وضحت هذه المسائل هذه. اللي غادي نقول لكم هو من سبع المستحيلات ان هذا الاخ يونس يكون بدون علم ديالو ان الفيزا ديالو راه غادي تدفع، وحتى ان الباسبور راه خاصو ضروري يمشي ياخذو. ولكن الله يهدي ما خلق وصافي. نتمنى نتلاقاو في فيديوهات اخرين ان شاء الله. دمتم رعاية الله، الى اللقاء.